قالوا لي أركن لأبواب سلاطيني توز جوائز تغني كل ماهين قالوا لي أركن لأبواب سلاطيني توز جوائز تغني كل ماهين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا غير العلم والدين ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني أني أفوض أهوالي لمن حجزوا عنها لأنفسهم أذى المساكين أو كيف يبعثني حب الختام إلى جوار من دورهم روض الشياطين إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وتر دعوت ذا العين قول الرأي والشين وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء تكوينه إن شاء تأجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تأجيله يبدأ إلى الحين يا من يلوم فلا تكثر وتعزلي إذا استمر فغرتي الدنيا بمعزولي إن كان عيبي مقصود في وتامهم فذاك عيب نفيس ليس يؤذيني قالوا سفيه لصرفي عن بشري ورغبتي عن ذوي العصيان في البصر قالوا سفيه لصرفي عنهم بصري ورغبتي عن ذوي العصيان في البصر قالوا سفيه لتفويضي إلى ملكي أمري عن الكون في صف وفي قدر قالوا سفيه لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبرايا أشتكي ضرري قالوا سفيه لكوني لم أخف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لقفوي نهدم الجينام الشيخ سيدي أفعال الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي واتركوا عزلي ما لي سوى طاعة الرحمن في وطري ما لي سوى الله اسم الله غيبني وجاني الملكان دهر من وزري ما لي غدا حين أزرائيل يقبضني روحي نذير سوى مولاي في الغسر ما لي غدا يوم أزر الخلق كلهم رب لطيف سوى مولاي ذي البشر
يذكر أدناني وأزمنني غوث رحيم سوى مولاي يا زمرين إن سفوني في ورد أخذت به لشيخ سيدي الخير البدر والحضر فلا أكون رشيدا مثل رشدهم فسوف يمتاز يوما أعظم السير الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما حولك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سادات المريدين في أمداء خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم القادمين وهي لعبد الله تعالى وقديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وبعد ولا بمسكن دماء تعالى بجاه ممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكن ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي أدبا بالجلوس بلا علم ولا أمل والنفس غرار ولسادة دابا وهو قرار ينور وفي قهر وفي كمل بإذن ربي والمبعوث إبرار أنا جسمي أما القلب يطلب من المناقب تزويف وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدنى وغفار غفار لبذنوبي وابتك الكبري بمن علي لتركي صبره بما يخاطبني في دور عودتي بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شتت بك الدار وحال من دوني زول وأوهام لا يمنعنك بعد من زيارتي إن المحب لمن يهوى مسوار إليك
قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما خاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتديا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بدائما حيث ما زادت تحاربه شمس تغاربها بسوي أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بار وعليه آبار وأنهار للبر نور هزيم يستنار به لكن إذا لم يكن لشمس زار للغصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالبول منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمتار ذاك البلاد الذي يرجو نجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي يخجل بي عن زيارتي لكن لساني له كالقلب زوار لو علي لوجه الله دين سنة مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقتي وخلقي قيل تسجاح وأشفار ولم يجي من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجي والشعر مما هذا مغسار أهل البذاء تربي سلامته وليس يدرك بالأكواب تيار كاب الواسال والبوسير قد بنوا وكلهم سيره نور وأسرار ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تخيس من عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفي آسن النار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو جاءت أوآ كل الورى رام الورى نيل بدل المسرين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لا سيط لازم فضل وبأس لمن لانوا ومن جاروا له من الحلم ما لم يهوي بشر أو جن أو ملك وصدر مسار له لدى الله سر لا يتانع بالكد والعلم ربان وأخبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يهوي جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستدعى به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار مسلما تفهمان ويختار ولا لمن بجزاز قد وزرفا لأنهم للورى سادات يحيار وذهبه الخر من أغرانهم سبقوا إذ بعدهم هاجروا والبعد أنصار
لهم لدى الله تخصيص بما سفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنوير سفايا إذا يلى الكل أدناس وأكرار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا ترا وخفض الذي آلت كفار والصفح والحلم دابا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم رضوان الله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني ذنب والغار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاضي دار أسرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء قرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر خدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت ربي صلاة منه دائمة هني له ما قوم قالوا ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة هني له ما من في حبي هاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وورا مثل من خاروا أمام مغربي صديق زيننا وللجميع بأن قد باق الإقرار وبعد إسرافق المختار ودوما في الدين ومحل فيه الأنصار إذا رجوا بتكذيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمغرب هزيم الغول من خديم والكل منهم بسوء في أمار وقابلوا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو سبار ويكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم ترك خرار وهاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب غفار وحين أبصره صديق ذا سرين وتحته شيزم بالشوي فرار وليس عندهما خير اللبيس له قال المكرم لا تصل لمن جاروا فصار يدعى بسام اثنين حينهما أخفاهما النجو والبرقاء والخار وفي فدائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار وأتى النبي بأموال وأنكاه بنتا ولم يره شك وإنكار لم يذهب القول لم يجد إلى سلم والوالد
مزاياه لا يرتاب ديان وهو المتم ذوي الإسلام يوم دار وهو المتم ذوي الإسلام يوم دار وهو المتم ذوي الإسلام يوم دار بمن به كان للإسلام يزار والكل يختار به تعزز دين الله مرتبعا له فدائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس ترا بالهدى ولو بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز به الأتى الحق مع حمر فالفضل مسار ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدرار تبديل كبار عظمته ورضوانا ومغفرة إذا قد فت إجهار وإسرار وفي قال النبي عثمان يشفع فيه 70,000 وكل حقه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر الأقدار ومن كراماتي أنا سروتم يوما على الدار سلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدل أخبار ومن خوارقه أمثال من دمه على الكتاب لياد فيه إنذار زوج البتول علي فهو مختار له السجاد والإرفان ما سلف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم يفوز بين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنذار له أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى لنصار ومن سجاءته أنبات منتجا فوق الفراش وحول الدار مكار وعليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بعد يرسل والمصطفى منهم كفت أبصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليرفع عنه ما يبغي من جاره وإنما خرج المختار وجهه بقبضة من تراب والهدى حار فضائل الصعب عند الله جل وعلا أن أبدياك لتقلام وأسرار سادوا جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي اختار أختار يا ربي بالمصطفى الماهي معصيتي خديا عمر تسويف وإسرار فليخرج اليوم من قلبي اتباع غوى
بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصبر والأولى والإدبار حتى أفارق أفعالا محبات ما تلازم ما يغزى به الجار وبالجواب بسلام على خير الورى بجميع الآل من حاروا وأن تذوق صلاة بسلام له هني تشمل قوما صابوا ساروا وأن تجر صلاة بسلام له بها تزائلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي دار أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيد أبدا وصالحات وآلاب وأذكار وأن أكون بعدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أليار وأن أكون على الأعداء مغتليا حتى لينقاد أسرار وأغيار وأن أكون زيدا عابدا أبدا وخالد من ذمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارتبي النور لا أنه قول وتكرار وابني الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للضر جرار وابني الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للضر جرار